في زمن الشهرة والترندات لما نجم كيبوب يلبس في حيطة ويتحول من مسرح لمدرج يبقى احنا كده دخلنا على دراما نار وشرار. وده بقى اللي حصل مع ساجي مننا اللي قرر يبدأ من الصفر بعد فضيحة قلبت الدنيا. فهل هيقدر يعمل كده ولا لا؟ تعالوا نشوف. بتبدأ بقى الحكاية مع ساجي اللي بيكون بيتدرب مع صاحبه في وكالة، بس للأسف بقى هما بيتدربوا العصاية بتخش في عينه وبيروح بقى المستشفى، وهناك بنكتشف ان هو مش هيقدر يشوف تاني وطبعا بينهار. لكن الدكتور بقى بيقول ان في امل واحد بس، وهو انه هيعمل عمليه، والعمليه اللي بيعملها هي زراعه قرنيه، وفعلا العمليه بتنجح. وبعديها بقى الزهر بيلعب مع ابننا وبينجح وبيتشهر وبيكون في اشهر فرق الكيبوب اللي موجوده دلوقتي. لا وكمان هو القائد بتاعهم. ساجي بقى بيقول ان هو في حياته عمره ما شاف عين احلى من عينه، واللي بيشوف ان هو انسان محظوظ جدا لان مهما حصل في حياته هو دايما بيكون متفائل. وبيكون في الوقت دوت عندهم حفله، والفرقه بتكون بتأدي حلوه جدا، وطبعا كوريا كلها كانت هناك. بعد بقى ما الحفله بتخلص بيروح هو والفرقه بتاعته عشان يحتفلوا مع الوكاله بتاعته، وهناك بقى ساجي بيتحداهم كلهم وبيقول لهم اللي يقدر يتغلب عليا في الشرب هديله الساعه بتاعه الغاليه، والفرقه كلها بتخسر قدامه حتى الرئيس بتاعه. وبيروح بقى البيت من هنا وبينام وبيحلم الحلم اللي دايما بيحلمه من وهو صغير، وان هو بيشوف بنت ولحن معين في الحلم ده. وبيصحى بقى الساعه 6 الا ربع كالعاده، وما بيكونش عارف هو ليه بيصحى في الوقت ده بالظبط. المهم بقى بيخش وبياخد حمام وبيخرج، بيلاقي ان مدير اعماله هناك عنده في البيت، وبيقول له انت ما بتردش على التليفون بتاعك ليه؟ فساجي بيقول له خلينا ارتاح النهارده اجازتي. لكن هو بقى بيطلع له فيديو وبيوريه له، والصدمه بقى بنلاقي في الفيديو ان ساجي ضرب الرئيس جو اللي بيكون اصلا رئيس الوكاله كلها، واللي كمان بيعتبره زي باباه بالظبط. وساجي ما بيكونش مصدق ان هو عمل كده في الرئيس جو، وبيكون مصدوم كمان ان هو دخل المستشفى. لكن مدير اعماله بيقول له ان هو ما يخافش على الرئيس دلوقتي، وان هو يخاف على نفسه لان الفيديو دلوقتي انتشر والناس كلها شافته. وبتظهر بقى معانا بطلتنا بو وهي رايحه الوكاله علشان تبيع الاغاني اللي الفتها، لكن ابنها في الوقت ده بيوصل والصحافه كلها بتتلم عليه. وبقى بتقع في الوقت ده والقلاده اللي هي لابساها بتتفتح، وبيطلع منها اللحن اللي ساجي دايما بيسمعه في حلمه، وبيبقى عايز يعرف اللحن ده جاي منين لكن ما بيعرفش بسبب الصحافه. وبتروح بعديها بقى علشان تقابل جينا اللي بتكون بنت رئيس الوكاله، واللي بتقول لها انا هاخد منك الاغاني دي بس بعد كده مش هتكون باسمها. وما بتكونش فاهمه يعني ليه الاغاني مش هتكتب باسمها، لكن جينا بتقول لها ان انت مؤلفه مبتدئه وهنديكي 5 اضعاف المبلغ اللي انت بتقولي عليه. وفي الوقت ده حد بينادي على جينا وبيقول لها تعالي بقى دلوقتي لان الصحافه كلها بره. فبتدي البوله عقود وبتقول لها وقع عليها بقى قبل ما تمشي. جينا بقى بتروح وبتقابل ابننا وبتقول له ان انت دلوقتي هتبعد عن الانظار خالص، وكمان هتبعد عن الفرقه. تقول له ان في ناس كتيره دلوقتي عايزه توقعك، لكن انت بقى لازم تتخفى عن الانظار علشان الفرقه كمان ما تقعش معاك. وهو بيقول لها تمام انا هعمل اللي انتوا عايزينه بس الفرقه ما يجرالهاش حاجه. وجينا بتقول له في الوقت ده انت هترجع بقى الجامعه بتاعتك وتدرس كانك طالب عادي. فهو بيقول لها ده انا نسيت ان انا طالب اصلا. لكن هي بتقول له انت هتدرس هناك لغايه اما الموضوع يهدى كده شهر ولا شهرين وهترجع تاني ما تقلقش. وبتقول له ان الاوامر دي اكيد مش بتاعتها هي، وان هي جايه من الرئيس. وبيسالها عن اخباره، فبتقول له ان هو دلوقتي متضايق جدا منك لان انت اهنته قدام الناس كلها وضربته. هو بيقول لها خلاص تمام علشان يسامحني انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه. وجينا بقى بتطلع بيان ان هو ياخد اجازه شويه، وكمان بتطلع بيان بالاعتذار بتاعه. وبنشوف بقى في الوقت دوت بو وهي بتتخانق مع عمتها وبنت عمتها كمان بسبب الديون اللي عليهم، اللي بتقول انا عماله بيع في اغاني في اغاني في اغاني ومش عارفين نسد حاجه من البيت، امشوا بقى منه. لكن هما بيقولوا احنا عارفين ان الكلام ده من ورا قلبك واكيد مش هنسيب البيت يعني. وفي الوقت ده بقى بنت عمتها اللي بيكون اسمها كيوري بتفتح التليفون بتاعه وبتلاقي الرساله بتاعت ساجي بتاعت الاعتذار، وبنعرف ان هي من اشد المعجبين بيه، وكمان بتكون متاثره قوي من الرساله بتاعته. ساجي بقى بيجهز نفسه وهو رايح الجامعه وبيكون لابس احسن حاجه عنده، وكمان بياخد الجدار بتاعه وفاكر نفسه تامر حسني. ومدير اعماله بيقول له خلي بالك بقى الدنيا النهارده هتمطر وكده. فهو بيقول له مطر مين يا حبيبي؟ المطر يخاف مني. وهو ما بيرضاش ياخد المظله، لكن هناك بقى بيتفاجئ ان فعلا المطره بتمطر، وبيكون بقى مستغرب هو ليه ما حدش جه عشان يستقبلني في الجامعه. لكن بيلاقي ان في شله طلاب بيجروا عليه، فبيفرح قوي بقى وبينشكح كده، لكن بيطلعوا ان هم بيجروا من المطر عادي. لا وكمان بيخبطوه الموبايل بتاعه بيطير في الهواء. بو بتكون في الوقت دوت مستنيه ان المطر يقف، لكن بتلاقي ان في 2 جنبها قاعدين بيقربوا من بعض، فبتكون مش طايقاهم بقى. لكن بتلاقيهم اللي هم بيقولوا انت فاكر السنه اللي فاتت لما اتقابلنا في نفس الوقت ده وبقينا حبيبين؟ فبتفتكر الاسطوره اللي بتقول ان لو 2 من الطلاب اتقابلوا عند كليه فنون في وقت المطر هيبقوا حبيبين. وهي واقفه بقى القلاده بتاعتها بتتفتح تاني وبيشتغل اللحن اللي ابننا اول ما بيسمعه بيروح علشان يشوف اللحن ده جاي منين، وبيلاقي ان اللحن جاي من بو. فبيقول ايه ده، هو انا بحلم تاني ولا ايه؟ بتكون هي ماشيه لكن بيمسك ايديها بقى وبيقول لها هو اللحن اللي انا سامعه ده جاي منك انت، الاغنيه دي بتاعت ايه؟ جاي بقى في الوقت ده بيجي وبينادي عليها، فهي بتيجي عشان تروح له، لكن بتلف لابنها وبتقول له انت عرفت اغنيتي منين؟ فهو بيتصدم كده وبيقول لها دي اغنيتك، لكن قبل ما بترد عليه تاي بينده تاني عليه. فبتروح له بقى وهما الاثنين بيمشوا مع بعض، وهو بيكون شايل المظله، فبتقول له المطره وقفت اصلا. ابننا بقى بيكون في البيت ومش عارف ينام من كتر التفكير، وعمال يقول اللحن ده طلع حقيقي وكمان بنت هي اللي قايلاه. وفضلوا بقى بيكون هيموتوا ويعرف البنت دي تبقى مين. بوم بقى بتخرج من البيت، لكن بتلاقي ان تاي في وشها بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انا كنت ماشي بس قلت اعدي عليكي كده اخده. وبتيجي بقى من وراها كيوري اللي بتقول لها انا عارفه هو جاي علشان
ايه، وبتكون واخده مقلب في نفسها وفاكره اللي هو جاي علشان، وبتقول له يا ابني انا قلت لك كام مره لا مش بحبك، حتى لو انت طالب طب انا برضو مش بحبك وقلبي مش بيدق لك، انا قلبي مش بيدق الا لساجي. تاي كده بيستغرب وبيقول لبوه هي اوهامها دي جايه منين، فبتقول له والله ما اعرف. وبنشوف بقى نظرات تاي لبوه اللي بتبان اللي هو واقع في غرامها. ابننا بقى في الوقت ده بيروح الجامعه بالعربيه الجامده بتاعته، بيكون كلهم مستنينه المره دي ومعاهم كيوري كمان، وبيقف بقى يتصور معاهم ولسه يسالهم على ابوه، لكن هما بيقولوا غني لنا بقى اغنيه فبيغني له. وابننا بقى بعد ما بيخلص غنى بيقول لهم اللي هو لازم يمشي عشان عنده كليه، لكن بنتنا كيوري بقى بتقول له انا لازقه معاك النهارده طول اليوم، انا معاك اصلا في الكليه. بتروح بقى تعرف على كمان بقيه زمايله اللي معاه في نفس القسم، لكن هما ما بيكونش مدين اهتمام خالص. وفي المحاضره بقى بيكون المدرس عايز حد منهم يطلع يمثل مشهد معين، لكن ابننا طبعا هو اللي بيرفع ايده وبيقول له انا اللي همثل، وبيخرج بقى وبيمثل وكلهم بيكونوا هيرجعوا من كتر ما هو تمثيله وحش، بيكون شايف نفسه ان هو تمثيله قول لا لا خالص، وكيوري هي الوحيده اللي بتكون بتطبل له فيهم. وبيعزم بقى هو كل الطلاب على الاكل وبيخلي الجامعه كلها تحبه، وكمان بيشتروا لهم هدوم. بوم بقى في الوقت ده بتكون بتفكر كده ان هي ممكن تخلي حد يجي يسكن معاها، لان الدور اللي فوق ليها لوحدها. فعلا بقى بتظبط الاوضه اللي فوق وبتنزل كمان اعلان لو حد عايز يجي يسكن، واكيد بنعرف بقى ان الاعلان اللي هي بتنزله بيكون اوفر. بنشوف بقى في الوقت ده الرئيس جو هو قاعد وعمال يشرب كده وعمال يفكر في ابننا. بنته بقى بتروح له في الوقت ده وبتقول له انا عارفه اللي انت بتشرب دلوقتي عشان المشكله بتاعت ساجي، وبتقول له انا عارفه اللي انت كنت ممكن تخلص المشكله عادي جدا بس انت اللي ما عملتش كده، وانت كمان اللي بعده دلوقتي عن الفرقه بمزاجك. وبيقول لها هو ساجي بقى فاكر اي حاجه من اللي قالها لي لما كان سكران، لكن هي بتقول هو مش فاكر اي حاجه اصلا. فبيقول لها خلاص تمام، وهي بتمشي ومش فاهمه هو ليه باباها بيعمل كده. اتصل بحد في الوقت ده وبيقول له انا عايزك تراقب لي حد معين، بس ما بيقولش هو مين. ساجي بقى بيلبس كاب على اساس اللي هو كده متنكر، وبيسال واحده من البنات على بوم، لكن هي بتقول له ان بوم دلوقتي تلاقى في الوظيفه بتاعتها، وبيعرف بقى منها المكان. وفي الوقت دوت بتبعت هي كمان رساله لبوم وبتقول لها ده ساجي بيدور عليك، هو انت عملت معاه حاجه ولا ايه؟ بوم بقى اول ما بتعرف بتستخبى على طول من ساجي، وبتخلي واحده من الموظفين تقول له ان هي مشي، فبيعرف وبيمشي. وهي بقى بتيجي بعديها علشان تمشي بتلاقي ان هو في وشها. اللي بتساله انت عايز تعرف ايه، فبيقول لها انا عايز اعرف منك دلوقتي اللحن ده انت جبتيه منين، لكن هي ما بتردش عليه وبتيجي عشان تمشي. بس ابنها هيسكت لا والله بيطلع يجري وراها، وما بتكونش عايزه تكلمه وبتقول ان هي مشغوله دلوقتي، لكن هو بيقول لها ليه يعني رايحه موعد غرامي ولا ايه؟ فبتقول له اه رايحه موعد غرامي ورايح انت، وبتيجي عشان تمشي، لكن هو ما بيسيبهاش في حالها لغايه اما تاي بقى بيجي وبيقول له انت بتعمل ايه هنا تاني، ويقول لبوم امشي انت دلوقتي. وابنها بيجي عشان يروح وراها، لكن هو بقى بيشقلبه وبيقول له انا حذرتك اهو ما تدورش عليها بقى تاني، وبيمشي بقى وبيسيب. فهل ابنها هيسكت؟ لا والله بيروح وبيدور عليها في كل مكان لغايه ما بيلاقيها وهي بتتدرب معاه. فبيقول لها هو بقى ده الموعد الغرامي يعني بتاعي، وبيقول لها انا عارف ان الفرقه بتاعتكم دلوقتي بتدور على حد، فانا اللي هكون معاكم يا ستي في الفرقه. وبيجي بقى واحد من الفرقه وبيكون اسمه كيو، وبيكون مبسوط جدا بيه، بيقول اخيرا بقى ساجي هيكون معانا، يبقى عندنا ساجي اول وساجي تاني. فساجي بيقول له مين يعني ساجي التاني اللي انت بتقول عليه ده؟ فبيقول له تاي صاحبنا ده هو ساجي التاني. فابننا بقى بيتعصب كده وبيقول له حتى في اسمي بتقلدني يا تاي. فتاي بيتعصب بقى وبيقول له انا اقلدك في ايه يا حبيبي، انا اصلا مش عايز اسمك ده في حاجه. وبيعملوا هما الاثنين بقى تحدي، وتاي بيقول له لو انت اللي كسبت هتبقى معانا في الفرقه. الجماعه طبعا كلها بتروح عشان تتلعب عشان تشوف مين بقى اللي هيكسب فيهم هما الاثنين. وساجي بقى بيقول لبنتنا انا لو كسبت هتقولي لي بقى الاغنيه بتاعتك دي جايباها منين. فهي بتقول له تمام انت لو كسبت انا هقول لك كل حاجه انت عايزها. وبيبداوا هما الاثنين، وتاي بيكون شاطر جدا الصراحه، بس كده كده ابننا ما فيش زيه اصلا. وبيفضلوا هما الاثنين يلعبوا مع بعض كده، وكلهم بيكونوا فرحانين من الميكس بتاعهم ده، لكن في الاخر بقى الجيتار بتاع ابننا بيتقطع. فابننا بقى بيقول خلاص يا جماعه انا خسرت هو اللي كسب، وكلهم بيكونوا مستغربين هو اصلا اللي انسحب وممكن يعزف على اي آلة تانية. وفي الوقت دوت الرئيس بقى بيشوف الصور بتاعت بو، بنعرف ان هو اللي بعت حد عشان يراقبه، والشخص اللي بيقابل بو بيقول له انا مصور لك دلوقتي بو ساجي وهم مع بعض وما باين عليهم عارفين بعض كويس. فالرئيس بقى بيكون متوتر وخايف جدا وما نعرفش هو خايف من ايه. وابننا بقى بيروح الكافيه اللي شغاله فيه بو، بيقول لها انا مش عارف اكل ايه، ما تقول لي اكل ايه كده. فهي بتقول له كل اللي انت عايزه، وبتروح عشان تعزف على البيانو. هي اصلا شغاله في الكافيه علشان البيانو. هو بقى بيشوفها وهي بتعزف كده وكأن الربيع هو اللي بيعزف في قلبه، وبيقول انا قلبي اتشد وحب بجد ودب واشتاق وما قالش لحد. وبيقول لها بعديها بقى ان هو هيعمل فرقه وان هو عايزها تبقى في الفرقه بتاعته، ايه رايك؟ فبتقول له السبب يعني، فبيقول لها ان انا حبيتك قوي، قصدي يعني حبيت المهارات بتاعتك، لكن هي تطلع تجري منه وهو بيطلع يجري وراها كالعاده. وبيكون اللي بيراقبهم المره دي هو الرئيس نفسه. ابننا بقى بيكون نايم وبيفتكر شويه كده من اللي كان بيقول للرئيس لما كان سكران، بيقول له انا شفتك من 6 سنين وانا كنت هناك. فشافه فين بقى وكان هناك فين؟ ده اللي احنا لسه ما نعرفوش. وبيصحى كالعاده الساعه 5:45 دقيقه، وبيحس ان في حد عنده في البيت وبيروح علشان يشوف، بيلاقي ان هو الرئيس اللي لسه بيقول له الحمد لله على السلامه وانا اسف. بيلاقي ان الرئيس بيقول له عندك خيار من الاثنين، لا اما تسافر بره لا اما تروح الجيش. ابننا المؤدب بيقول له كل ده عشان طلبتك وانا سكران، انا اسف. لكن الرئيس بيكون لسه منشف دماغه وبيقول له لا اما هتسافر لا اما هتروح الجيش، هتعمل ايه منهم هما الاثنين؟ بس البطل بيقول له طبعا مش هعمل كده، عايزني اروح يا عم الجيش هروح بس بعد ما اخلص دراستي، انا مش هروح دلوقتي في حته، وعلى السفر بره انا مش عايز اسافر بره، انا عايز ادرس هنا. فالرئيس بيتعصب جدا منه وبيقول له طب اقبل بقى كل اللي هعمله فيه. تاني يوم بقى بيكون قاعد وبيجي له 2 من الفرقه بتاعه تاي، وبيكون
بيكونوا بيرخموا عليه وعمالين يستفزوا فيه، فهو بيجي عشان يمشي بيلاقي ان في واحد منهم هيجي ويضربه، بس ابنها بيجي عشان يدافع عن نفسه ويخبط واحد فيهم، بيلاقيهم هما الاتنين وقعوا في الارض وعمالين يصوروا في فيديو، وبيصيحوا بقى في الفيديو وبيقولوا ان ساجي ضربنا احنا الاتنين وكسر رجل اهو، والفيديو بقى بينتشر في كل الدنيا والبطل بقى بيتفضح اكتر ما هو مفضوح. فالرئيس بقى بيقول لجينا ان هو يطرد ساجي، فهي بقى بتتوسل له اللي هو ما يعملش كده، لكن ما بيسمعش كلامها طبعا، فبتقول له بقى ان هو دلوقتي هيسيب الفرقه بتاعته وان هو يخسر كل حاجه والوكاله مش هتكون مسؤوله عنه، فطبعا بقى بيخسر كل حاجه في حياته حتى الشقه والعربيه وفلوسه، ومدير اعماله بيديله شويه فلوس وبيقول له ديت اللي فضلت بعد ما احنا دفعنا كل الديون اللي عليه، ومدير اعماله بيقول له كان نفسي اجي واخليك تعيش معايا لكن لو الرئيس عرف هيبهدلني، بس ابننا المتفائل بيقول له عادي وحصل خير ومفيش حاجه، وبيمشي بقى في الشارع بيكون كل الناس عماله تتكلم عليه، ومامته بتتصل بيه في الوقت دوت وبيفضل يكلمها وبيقول لها انا زي الفل ما فيهاش اي حاجه، وبعد ما بيطمن عليها بقى بترجع له كده طاقه من النشاط وبيطلع يجري، وفي الوقت ده بتكون قاعده فوق السطح وقاعده بتقرا الخبر اللي هو انفصل عن الفرقه بتاعته وساب الوكاله، فبتقول لو كان معايا فلوس بس كان زمان دلوقتي اتعقد معايا كده، بقى بترجع وبتقول حتى لو كان معايا فلوس كان هيقبل يعني يبقى معايا على ايه، وبعد كده بقى بتفكر وبتقول يا ترى هو كويس ده ما جاش حتى الحصص بتاعته النهارده، وابننا بقى في الوقت ده بيكون تحت بيتها اصلا وبيستغرب كده ان هو حاسس ان هو عارف البيت ده كويس، وبيلاقي بقى الاعلان بتاع الايجار فبيروح علشان يأجر بقى منهم تاني يوم، لكن بقى بيقول لعمتها انت بتكدبي عليا ولا ايه، انت كده بتحتالي عليا على فكره، فين المسبح اللي انت قلت عليه، فين الاوضه الكبيره، لكن هي بتقول له يعني انت الفلوس اللي انت اديها لنا دي يعتبر فلوس اصلا، اكيد اي مكان تاني هيبقى اغلى من هنا، وبعدين بتقول له صاحبه المكان وراك اهي لو عايز تقول لها اي حاجه، وهو بيلف بقى بيتصدم ان هي ابوه اصلا، وكمان بتتصدم، وبنرجع بقى بينا فلاش باك كده لما كانت المطره بتمطر، لما كانت ماشيه مع تاي لكن سابته بقى وطلعت تجري تاني عشان ترجع لابننا اللي بتفضل تبص عليه كده من بعيد وتقول يا ده اتكلم معايا، وبعد كده بقى بتفتكر الاسطوره ان لو اتنين اتقابلوا عند مدرجات كليه فنون هيقعوا في حب بعض، وبنعرف بقى ان هي واقعه من زمان بقى في حب، وان هي وقعت في حبه لما بنت عمتها خدتها معاها علشان تشوف العروض بتاعته، وهي بقى اول ما شافته قصادها كده قلبها دق، وبيمسك بقى هو ساعتها دبدوب وبيرميه على الفانز بتوعه، لكن بقى بيجي في ايديها هي، وبتحس كأن بقى الكون اختارهم هما الاتنين يكونوا مع بعض، واللي يفتكر اللقطه دي بتفكرني بمسلسل ايه يقول لنا في التعليقات، فيا ترى بقى ايه اللي حصل معاهم من 6 سنين والرئيس مخبي ايه عليهم، ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه، ولو عجبتكم الحلقه دوسوا لايك واشتركوا في القناه وخليكم دايما متابعينا كوري في السريع علشان كل جديد يجيلكم في السريع، وسلام.